كيف ترفع هرمون التستوستيرون خاص للرجال؟ هرمون التستوستيرون من أقوى الهرمونات المتواجدة في جسم الإنسان، ويتواجد بكثرة عند الذكر أكثر من الأنثى، بحيث أن الرجل عنده أكثر نسبة في جسمه، بينما المرأة فهي تحتوي على نسب قليلة جدا. والعكس صحيح، فإن الأستروجين في المقابل يوجد بجسد المرأة بكثرة وعند الرجل بقلة. التستوستيرون من أبرز الهرمونات الذي يمكن أن يجعلك قائد فطرتك أو يجعلك إنسان خاضع لكل الشروط التي تملى عليك. التستوستيرون له قواعد لرفعه، ولها أيضا مشاكل عندما يتدنى. اليوم سنتعرف عليها كلها. قبل ذلك أدعوك للاشتراك في هذه القناة وضغط زر اللايك لأعرف كم عدد الناس الذين يهتمون برفع التستوستيرون. هيا لنشاهد المقطع إلى الآخر. من أبرز المقومات التي تقوم برفع التستوستيرون كهرمون فهي التغذية الصحية. إن كنت لا توازن بين تغذيتك فهذا أمر صعب جدا على جسمك لكي يتفهم الأمر ويقوم بامتصاص كل وجد على الطاولة. فستجد بعض الناس يعانون من السمنة المفرطة لكونهم اعتادوا على نظام غير صحي، فستجد أن الدهون تراكمت على البطن والرجلين وبعضها في العنق. هذا مؤشر كبير على تدني هرمون التستوستيرون. إذن ما هو الحل يا ترى؟ إن كنت لا توازن بين التغذية فهذا أمر صعب جدا، فممكن أن تأكل شيئا معينا وتفرط في استهلاكه. إن هذا الأمر سينعكس عنك سلبا. لفهم الأمر جيدا، فيعتبر التستوستيرون هرمونا حيويا يسمى أيضا بهرمون القيادة، وإن هذا الهرمون سيجعلك دائما تشعر بمزاج حسن في كلتا الحالتين إن كنت تعرف كيفية تحفيزه. للأمر طبيعي جدا، ويعتبر تحفيزه من بين أهم الشروط التي ينبغي أن تتواجد في جسمك. أولا الرياضة بشكل هام جدا، فإن 80% من الناس الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي واستمرار ستجد أن هرمون التستوستيرون يرتفع بقدر يعادل 180 إلى 200%. إن هذا الرقم لهائل جدا بدون أخذ أي منشطات أو محفزات خارجية. إن الرياضة تلعب دورا أساسيا جدا كحمل الأثقال والعدو، إذ تعتبر الرياضة ذات المجهود العضلي مكلفة جدا وترفع هرمون التستوستيرون وتجعل المزاج أحسن بكثير من قبل. ثانيا فيتامين ذال أو دي فيتامين. يعتبر هذا الفيتامين حافزا أساسيا لتشكيل هرمون التستوستيرون، فهو يندرج ضمن الانفعالات الكيميائية داخل الجسم ويعتبر مصدرا أساسيا لتكوين التستوستيرون بسرعة. فإن الدي فيتامين يعتبر أحد الفيتامينات الموجودة في كل مكان، فما عليك إلا الاستيقاظ باكرا والذهاب إلى أقرب مكان يوجد به شمس في الصباح، وها هو فيتامين ذال على جلدك، وأنت الآن تستفيد به كل الاستفادة. إن انخفاض التستوستيرون قد يشكل خطرا على حياتك، فمن الإمكان أن تشعر بإرهاق وتعب وألم في كل جسدك بمجرد انخفاض هذا التستوستيرون بقدر يعدل ب1%. فإن انخفاضا مثل هذا الرقم يشكل تهديدا صحيا على جسدك والشعور بالإحباط، زيادة على عدم الاندفاع والمغامرة التي تعتبر صفة ذكورية محضة. التستوستيرون سيداتي وسادتي يمتاز أيضا بسلوكيات البشر، فبمجرد دخولك في علاقة عاطفية فإن هذا يعتبر سببا رئيسيا في انخفاض هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي جدا، لأن الدخول في علاقة عاطفية يقلل من نسب المخاطر لديك ويقلل أيضا من اندفاعك، ويجعل هرمون التستوستيرون يأخذ متجرا منحدرا وفي تدني مستمر. إن تبني المسؤولية من أبرز العوامل التي تسبب انخفاضا هاما في هرمون التستوستيرون. في المقابل يمكنك رفع هرمون التستوستيرون باستهلاك المكملات مثل الزنك، والتي يعتبر مصدرا هاما ويعتبر حافزا رئيسيا أيضا. لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك للمزيد من المعلومات. والتستوستيرون يعتبر هاما لدرجة أنك تريد ضغط اللايك.